حاجة مهمة جدا هتحصل الشهر ده. عايزك تكمل معايا الدقيقة دي عشان تعرف أهمية الحدث ده. شهر ربيع الأول في أهم حدث حصل في تاريخ البشرية، هو ميلاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنت متخيل إحنا بنحتفل بإيه؟ بنحتفل بميلاد اللي ربنا سبحانه وتعالى لما جه يوصفه قال عليه وإنك لعلى خلق عظيم. إحنا بنحتفل بميلاد اللي ربنا قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. احنا بنحتفل بالإنسان اللي ربنا قرن اسمه معاه سبحانه وتعالى على كرسي العرش، لا إله إلا الله محمد رسول الله. احنا بنحتفل بميلاد فاضي ولا وراك حاجة بس عشان تفهم حجم الحدث اللي احنا هنحتفل بيه؟ بنحتفل بميلاد الإنسان اللي ربنا حلف بيه لعمرك، ربنا أقسم بيه، وده زيادة وشرف وتعظيم ليه. بنحتفل بالشخص اللي ربنا قال له يا أيها النبي، نداله يا أيها النبي في القرآن. باللي سيدنا جبريل قال له لو تقدمت أنا لاحترقت ولو تقدمت أنت لاخترقت. بنحتفل بالإنسان العظيم اللي هيشفع لملايين من البشر يوم القيامة، اللي هيسمح له بالشفاعة. يا محمد ارفع رأسك. اللي هيجي يوم القيامة يقول أمتي أمتي. كل الأنبياء ولهم جزيل الاحترام عليهم السلام هيقولوا نفسي نفسي، هو هيقول أمتي أمتي. بنحتفل بالشخص العظيم اللي بعد كل الأذى اللي عملوه فيه أهله، كل الأذى اللي عملوه فيه، وسيدنا جبريل قال له لو عايز نهد الجبلين عليهم كأنهم، قال له لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. مرضيش يدعي على قومه بعد كل اللي عملوه فيهم، وكان بيتمنى لهم الهداية. اللي أعداؤه كانوا مسميينه الصادق الأمين من كتر أخلاقه، اللي كان عليه وعنده مصاعب الدنيا وابتلاءات الدنيا ومهام عظيمة جدا، ولم يرى إلا مبتسما عليه الصلاة والسلام. يعني بص، أنا مش قادر أكمل أكتر من كده لأني هعيط. فعرفت أهمية حدث المولد النبوي اللي لازم تعرفه لأولادك ولازم تعرفه لأهلك ولازم تقرأ في سيرته ولازم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. كل عام وانتم بخير، ومش قادر أكمل بقى. صباح السعادة.